ما تغلطيش غلطتي وتسيبي المكان ده متكركب كده وتسيبيه مدة طويلة. انا سيبته اكتر من شهر، كنت حاطة السجاجيد كويسة لكن اتعملت زحليقة والولاد لعبوا فيها واتبهدلت، وكمان شوية كراكيب كده اتحطوا جنب بعض لغاية ما المنظر اللي انتوا شايفينه. ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير. ولو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت اشتراك في القناة ولايك للفيديو وكومنت جميل تقولي لي رأيك في الروتين التحفيزي كده اللي هيشجعك. وهنرتب المكان ده بالكركبة اللي انتوا شايفينها. هنا كنت رتبت شوية وكنت برتب كمان اللي حوالين التلفزيون، والسلك بتاع الدش كمان بلفه لفة كويسة عشان هو كان متلف عليه حاجات وكان متلخبط وانا خايفة ان هو يتقطع. صلوا على الحبيب وتعالوا نبتدي الفيديو بتاعنا. وهنعمل قهوة ده نسكافيه اسبريسو بالدارك وبطعم الشوكولات كمان. حطيت معلقة ونص وهزود مية سخنة تدريجي. احط الاول حبة مية صغيرين، برج المج كويس كده او الفنجان، وبعدين بزود مية سخنة تاني. تنزلي بالمية بقى تكون البراد عالي شوية كده عشان يعملك رغوة كده. احلى فنجان اسبريسو. تعالوا بقى نبتدي. هنفتح الشباك بتاعنا ونهوي المكان ونشوف الكارثة اللي جوه الأوضة اللي اتكومت مرة على مرة. زي ما انتوا شايفين ده المنظر اللي انا لقيته. كل ما رتب جزء في الشقة واي جزء بقى سواء الأوضة الصالة اي كراكيب اي حاجات اعطر فيها باجي اكومها هنا. فدي اكتر مكان اتكون فيه شوية حاجات كده زي ما انتوا شايفين. الجزم هنا الترابيزه الصغيره ديت كنت حاطه عليها جزم عاملاها زي جزمه صغيره كده وبغطيها كمان بحته قماش نظيفه. والسجاجيد اللي انا غسلتها كنت موقفاها بس ولادي عملوها زحليقه وبقى يعدوا عليها كتير فعشان كده السجاجيد ابتدت تتحرك. هنا انا ابتدي بقى الم الحاجه. طبعا الجزم زي ما انتوا شايفينها. انا حطيت الترابيزه بس على الشباك على سور الشباك. لقيت شنطه كبيره فقلت بقى اما ارتب فيها بس الم الجزم، وفي شنطه كمان احط فيها الجزم المهمه. كمان الجزم انا بلفظها بس من التراب. ممكن كمان بعد ما اخلص همسحها كلها واحده ورا واحده. هو المفروض يتحطوا في علب عشان ما يتبهدلوش والجلد بتاعهم يبتدي يتكسر، بس انا شلتهم مؤقتا في الشنط دلوقتي عشان ابعدهم عن التراب اللي هيحصل. ممكن كمان نرصصهم في الجزامة. لو عندك جزامة بحجم كبير ترصصيهم، والسفنجة المخصصة لتنظيف الجزم هتبتدي تنضفيهم وتلمعيهم من اي تراب عليهم. انا هنا لقيت في الشنطة هنا صندل كنت بدور عليه من مدة، ولقيت سلك كده. السلك ده اللي بيتحط في الشباك الضرفة بتاعت الشباك. وهشيل كمان الجزم اللي في الطبق اللي انتوا شايفينه، وهبتدي احدف حاجات جنب السرير عشان هخرجها احطها في مكان تاني. يا ريت بقى متغلطيش غلطتي ان لو في حاجات انت شايفاها ان ما تستاهلش ان تقعد في البيت نطلعها بقى بره، يا اللي نرميها يا اما نطلعها لله. لان كمية الكراكيب اللي هتفضلي تحطي الحاجات فوق بعضها هتلاقي عندك كمية كراكيب كبيرة جدا. طبعا الدرج اللي قدامكم هنا البوفيه بتاع اوضه النوم عندي كان في حاجات برضو عايزة تترتب، بس انا هخليه اليوم تاني وفيديو تاني لان الفيديو كان هيطول معايا جدا وكان وصل ان هو نص ساعة واكتر، فانا خليته قصير محبتش ان انا اطوله. هنا ابتديت بقى اشيل السجاد نضيف وكل حاجة بس عليه تراب. دي كتب الولاد وكمان الكراريس هشيلهم مع السرير. طبعا السرير هيتنضف وملايته هتتغير بعد كل التراب اللي انتوا هتشوفوه ده. في تراب هيطلع على الكاميرا دلوقتي غير التراب اللي كان موجود كمان. الشنطة اللي قدامكم اللي تحت ديت فيها حاجات فانا هشيلها على جنب، هي تقيلة شوية بس انا هحاول ان انا احركها. بقى في الدرج اللي فوق البوفيه كان في حاجات بس هو مترتب، بس انا كنت فتحانه ان في اكرة منه كانت بايظه او واقعه، فعشان كده انا كنت فاتحاه لكن هو مترتب ومتنضف من جوه. هنا انا ابتديت بقى اشيل الحاجات على ناحيه تانية، وفي حاجات طبعا وديتها اماكنها وفي حاجات جهزتها في شنط عشان ما تغلطيش نفس غلطتي ان في شنط اللي انا هتخرجها لحد محتاجها غيري. السجاجيد زي ما انت شايفه ديت السجاده دي هشيلها. في حاجات حطيتها على السرير طلعته عشان هغسله مش هشيله في شنط تانية او هشيله فوق الدولاب او تحت السرير. كمان اي جاكيت اي هدوم بقى للولاد شوفهم على قدهم على مقاسهم او ان انا هخرجها لله زي ما هشوف على حد. ودي من ابسط الحاجات اللي ممكن نعملها مرة كل شهرين 3 نشوف الحاجات اللي عندنا في البيت سواء تحت السرير فوق الدولاب. فبيسهل علينا ان احنا نعرف ايه الحاجات اللي عندنا ونرتبها ونبقى عارفينها.
ان انت تنضفي وترتبي قبل المدارس وقبل الشتاء، ان انت كمان تطلعي البطاطين من تحت السرير وتنضفي التراب اللي موجود اللي دخل من اليومين. طبعا انتوا شايفين الهواء بيدخل من الشباك، بس الهواء ده بيبقى فيه تراب خفيف كده، التراب ده بيتجمع فوق بعضه لغايه اما تلاقي طبقه حلوه كده. الستاير اللي انتوا شايفينها ديت انا لما جبتها كانت خامتها سيئه، فالستاير ديت كل ما تتغسل الاقيها ان هي بتتكرمش على بعضها، فانا شلتها لسبب واحد، يعني شلتها ان انا ممكن اغطي بيها واحفظ اي حاجه من التراب سواء كانت عفش. جيت احطها على الركنه لقيتها مش نافعه، يعني بتزحلق، عشان كده انا كنت شايلاها ان انا اغطي بيها اي حاجه بقى فوق الدولاب، حاجه تحت. الروتين بتاعي يشجعك وحفزك ان انت بعد ما تتفرجي على الفيديو كمليه للاخر، ان انت تقومي وتنضفي، قومي بقى وتشجعي وشوفي الحاجات المتكركبه عندك واللي عايز يتنضف، والحاجات اللي ممكن ان انا اشيلها، والحاجات كمان اللي انا ممكن ارميها، او حاجات تانية اطلعها لحد محتاجها اكتر. اهم حاجه ترتبي الحاجه، تشوفي اللي انت محتاجاه وايه اللي هتطلعيه وايه اللي هترميه. بعد ما تخلصي وترتبي هتلاقي الاوضه ريحتها مفيش تراب، وتنفضي طبعا السرير، اي بقى شنط انت جمعتيها حطيها بره في الطرقه، وابتدي فرزي الحاجه براحتك. انا بعد ما خلصت نفضت السرير وغيرت الملايه، وابتديت امسح كمان الدولاب، وهمسح السرير الخشب، وهمسح. واهم حاجه طبعا من كل دوت ان الترتيب وتنظيم الحاجه والروتين، ان انا كل شهر كده كل شهرين ان انا ابتدي اشوف الحاجة واشيك عليها، واشوف الحاجة اللي انا هستعملها والحاجة اللي انا مش هستعملها. ده مهم جدا، وبيسهل علينا طبعا ان احنا الحاجات الزيادة عن حاجتنا ان احنا نشوف هنتصرف فيها ازاي. انا كنت مكسلة ان انا انضف وارتب كمان الترتيب اللي انتوا شايفينه ده، وان انفض كمان، لكن انا صحيت الصبح قلت لا لازم انا هصور فيديو وانا برتب وانضف، فده كان حاجة بتشجعني انا ان انا كمان ارتب الحاجة وانضفها واشيل التراب من عليها. فده لو شجعك لو حتى 10%، حاجة حلوة ان انت تقومي ترتبي ولو جزء. يعني ده كان تقريبا ربع الأوضة اللي انا عمالة انفض فيه ده، انا واقفة كده في ربع الأوضة. ده لو شجعك قومي بقى رتبي جزء، كل يوم نرتب حاجة. لو وصلتي لغاية هنا لازم تعرفي ان هدف من قناتي ان انا اما بعمل فيديو ده بيشجعني، قبل كمان ان انا بقدم لك فيديو تشجيعي ليكي، انا بشجع نفسي وبحفز نفسي ان انا اقوم ارتب. يعني بصحى الصبح مثلا ماليش مزاج ان انا ارتب زي اي واحدة ست قاعدة في البيت، لا بقول ايه، لا هصور فيديو واشغل الكاميرا وابتدي بقى ان انا انضف وارتب، وابتدي انضف حاجة كويسة والمعها كويس عشان يبقى شكلها حلو. فلازم ننضف عشان نفسنا، احنا من حقنا ان البيت يبقى نضيف ومترتب. لو حد بقى بيساعدك وبيشجعك من ولادك او من جوزك او سلفتك او اخت جوزك، وده بيبقى نادرا طبعا وقليل جدا، ولو عنده حد بيشجعه يا ريت يقولي في التعليقات، دي بتبقى حاجة حلوة جدا. لو ما عندكيش بقى لازم انت تكوني بتشجعي نفسك وبتحفزي نفسك. احنا شمعة تحترق من اجل الاخرين، بلناش وظيفة، بس لا بالعكس انت وظيفة طول الوقت 24 ساعة، وظيفة مهمة جدا. من غيرك انت ما بتنضفي وبترتبي البيت كله هيبقى متبهدل، هيبقى متلخبط، هيبقى عبارة عن كراكيب زي اللي انت شفتيها. طبعا ممكن اختك او مامتك او باباكي او اخوكي يشجعك، مش لازم سلفتك او حماتك، يعني ممكن اي حد من عيلتك او عيلة جوزك. كمان احنا مش شمعة تحترق من اجل الاخرين ان احنا طول الوقت ان احنا ننظف ونتهلك في التنظيف، لا كمان لازم نرتاح. واول الوقت اما تحسي ان انت تعبانة، حتى لو في عز ما انت بتنظفي وهلكانة ومش قادرة، لازم ترتاحي وتشربي شوية مية. يعني انا كنت حاطة المية وكنت حاطة كمان عصير، بقى عايزة تحطي كوباية عصير وتغطيها عشان ما يقعش فيها تراب. اي حاجة ان احنا بعد ما ننضف او في وسط ما احنا بننضف هنرتاح، زي بالظبط اللي بيعمل تمارين. نرجع بقى بعد ما خلصت، انا رجعتك خلاص الحاجة مكانها، وغطيتها كمان بالستارة اللي هي ما كانتش متكرمشة قوي وما كانتش متقطعة. هنا كمان بعدل الترابيزة ونفضتها ومسحتها كويس. بتاخر السجاجيد على جنب، انا بس سرعت هنا الفيديو، دي السجادة دي تعبتني جدا، كانت تقيلة جدا، فانا بكنس مكانها وبتخير على جنب، حتى حدفتها الناحية دي، يعني ما قدرتش ان انا اشيلها اكتر من كده.
هنا انا غطيت بقى الشنط اللي انا خلاص نفضتها ومسحت تحتيها كويس، وابتدي على الترابيزه اللي انا حطاها بعد الجزم. طبعا انتوا عزكم الله، طبعا الجزم انا ببتدي بحطها بطريقه ان هي تبقى محطوطه عكس بعض. وكمان الشنطه اللي انا حطيت فيها لقيت شويه بقى شوزات كده صغيره على كبيره، هحطها في الشنطه. اكتر حاجه بقى بتعملي مشاكل الشوزات او البوطات بتاعه الشتاء، يعني الشوزات بتاعت الشتاء بتاخد عايزة مكان، وكمان الجلد بتاعها ممكن يتكسر لو حطيتيه فوق بعض، فعايزة يتحط في مكان يكونوا مرتاحين. يعني لو انا حطيت هنا في الشنطة 2 بس، جيت احط كمان واحد كمان، فهجيب شنطة تانية. لكن ايه، الشنطة الصفراء طبعا هفرزها كلها، واشوف الشوزات اللي انا هنستعملها والحاجات اللي انا لازم احطها تبقى قدامي عشان الولاد يستعملوها، والحاجات اللي انا مش هحتاجها ممكن اديها لحد يحتاجها اكتر مني. هنا طلعت بس المشايتين هنا، وكنت فرشت كمان مشاية في الارض، وهكمل بعد كده احط المشاية التانية. قبل طبعا انا حطيت مفرش على الشنطة عشان بس ما يجيلهاش تراب، عشان ما لاقيش الشوزات اللي جوه الشنطة كلها تراب، فعشان كده وديت كمان هفرزها كلها واشوف انا هحتاج ايه واطلعه كمان يبقى قدامنا. هنا انا بعد ما خلصت طبعا انتوا شايفين المنظر بقى هادي واحسن. كمان المشاية التانية هفرشها ناحية السرير الناحية التانية، وهشيل بقى كل الحاجات اللي انا حطيتها على السرير، وانفض السرير